عمرك حاولت تتعلم إنجليزي ووقفت في النص أو بدأت كورس أونلاين كنت متحمس جدا ليه وبعد أسبوع بالظبط بطلت؟ لو ده حصل معاك فصدقني انت مش لوحدك، لأن أغلبنا بيبدأ بنفس الطريقة: دفتر وقلم وقرار قوي المرة دي هكمل. بس بعد شوية الحماس بيطير. الفيديو ده بقى عايزاك تبص للإنجليزي بشكل مختلف، مش كدرس ولا كمادة دراسية، لكن كمهارة حلوة ممكن تغير حياتك لو اتعلمتها صح. الجزء الأول: الغلط اللي كلنا بنقع فيه. بصراحة أغلب الناس بتتعامل مع اللغة كأنها حاجة لازم تتحفظ. نقعد نكتب كلمات ونحفظ ترجمتها، بس أول ما تيجي تتكلم تلاقي دماغك فاضية تماما. طيب ليه؟ لأنك بتتعامل مع اللغة كأنها امتحان، مش وسيلة تواصل خالص. اللغة مش بتتحفظ، اللغة بتتعايش. يعني بدل ما تحفظ تفاحة يعني أبل، شوفها كلها قولها اسمعها في جملة استخدمها في أي حاجة. لما تعيش الكلمة في موقف دماغك عمرها ما بتنساها. الجزء التاني هو السر الحقيقي: اتكلم من أول يوم. الناس فاكرة إنها لازم تتعلم القواعد والكلمات الأول وبعدين تبدأ تتكلم، بس العكس هو الصح. اتكلم من أول يوم حتى لو غلط. قول جمل بسيطة جدا زي I'm happy today, it's cold outside, I love music. الغلط مش عيب، بالعكس هو دليل إنك بتحاول. كل مرة هتغلط فيها هتفتكر الكلمة صح بعد كده. طب لو مفيش حد تتكلم معاه، كلم نفسك. احكي يومك بالإنجليش وانت في المراية أو قبل ما تنام، زي مثلا أما تقول Today I went to school, it was fun. ده بيساعد دماغك يبدأ يفكر بالإنجليزي بدل العربي. الجزء التالت: خلي اللغة جزء من يومك. عايز السر الكبير؟ ما تخليش الإنجليزي ساعة مذاكرة في اليوم، خليه أسلوب حياة. اتفرج على فيلم أو مسلسل إنجليزي، بس ما تبدأش بصعب. يعني ابدأ بحاجة خفيفة زي Friends, The Good Place, Modern Family. في الأول شغل ترجمة بالعربي، بعد كده شغل الترجمة بالإنجليزي، بعد كده شيلها خالص. وبرضو اسمع أغاني إنجليزي مش عشان تحفظها، لأ، عشان ودنك تتعود على النطق. اختار أغنية بتحبها واقرأ كلماتها وحاول تغنيها. بعد فترة هتحس إن ودنك بقت بتلقط الكلمات تلقائيا. الجزء الرابع: استخدم التكنولوجيا لصالحك. الموبايل اللي بنستخدمه للساعات يوميا ممكن يكون أفضل مدرس لو استخدمناه صح. يعني حمل تطبيقات زي ديولينجو عشان تتعلم كلمات يومية بطريقة لعبة، إلسا سبيك عشان تظبط النطق، وبي بي سي ليرنينج انجلش دي فيديوهات تعليمية مجانية. وخلي إعدادات الموبايل بالإنجليزي. الكلمة اللي هتشوفها كل يوم في الشاشة هتثبت في الدماغ من غير ما تحس. الجزء الخامس: قسم يومك صح، خطوة بخطوة. يعني لو فعلا انت عايز تتقن الإنجليزي، امشي بالترتيب ده: الفوكاب، ابدأ بكلمات الحياة اليومية، الأكل، المشاعر، الأماكن. كل يوم 5 كلمات على الأقل، بس استخدمهم في جمل. تاني حاجة الجرامر، القواعد، خدها ببساطة، مش لازم تحفظ كل حاجة. ابدأ بزمن المضارع البسيط، بعدها الباقي هيبقى سهل. بعد كده الاستماع listening، حمل بودكاست واسمعه، زي مثلا English for Beginners على سبوتيفاي. المحادثة speaking، احجز مكالمة قصيرة مع شخص أجنبي في تطبيقات زي تندم أو هيلو توك، أو ببساطة كلم نفسك. القراءة والكتابة reading and writing، اقرأ قصص قصيرة جدا واكتب جمل بسيطة، زي مثلا The Little Prince أو In English for Beginners. الجزء السادس: الغلط مش نهاية العالم. ما تقفش لما تغلط. كل الناس اللي بيتكلموا انجليزي بطلاقة غلطوا في البداية، لكن الفرق انهم كملوا. فلو حد ضحك على نطقك او جملتك، مش ده يعني ده مش معنى ان انت تتضايق او ان انت كده مش هتعرف تكمل، لا بالعكس. ازاي تحط خطة بسيطة لنفسك؟ قسم يومك كده: 10 دقايق استماع، 10 دقايق قراءة، 10 دقايق كتابة، و10 دقايق نطق. 40 دقيقة بس في اليوم، لو استمريت عليها شهر واحد مستواك هيقفز لقمة. يعني مثلا من A1 هتبقى B2 لو استمريت بس على الخطة دي. التعلم مش سباق، ما تبصش لغيرك، بص لنفسك قبل اسبوع او شهر. انت بيت كويس ولا لأ؟ حتى لو اي خطوة صغيرة فبرافو. خلي الانجليزي جزء من حياتك مش مجرد هدف. اسمع، اتكلم، اغلط، اضحك واستمع، لان لما تتبسط باللي بتعمله هتتعلم اسرع بكتير. وفي النهاية احب اقول لكم: لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واكتبوا ايه اكتر الحاجات او المشاكل اللي واجهتكم في تعلم اي لغة.